يا بابا اللي موقفك هنا في حاجة؟ لا قول لي انت ايه الاخبار؟ مفيش حاجة. أنا زعلان إنك دايما شايفني غلطان ودايما بتكبر المواضيع أكبر من اللازم. امم انا فعلا بكبر المواضيع. إن شاء الله ربنا يعوضني على خسارتي. ونعم بالله. طب قول لي هتعمل ايه؟ مفيش، هخش جمعيات واشتغل لحد ما أعوض اللي خسرته. امم فكره حلوه الجمعيات دي. طب ايه رايك تبيع ادويه متجدوله للمدمنين وتكسب فلوس كتير جدا؟ بدل الجمعيات بقى وجع الدماغ ده. إيه اللي بتقوله ده يا بابا؟ ايه يا بابا اللي بتقوله ده؟ أنا ما أعملش كده طبعا. امال انت تعمل ايه يا علي؟ أنا قلت لك هشتغل وهتعب وربنا هيعوضني. ربنا. عارف يا علي، الكلام اللي كنت بقوله لك عن الرسائل اللي ربنا بيبعتها دي ما كانش بيبعتها لك انت. عشان أنا مش محتاج رسايل، أنا عارف أنا بعمل إيه ومخطط لكل اللي بعمله كويس. صح. هو كان بيبعتها لي انا. عارف ليه كان بيبعتها لي انا؟ عشان اعرف حقارتك ووسختك يا واطي يا وسخ يا حقير. بقى انت يا دكتور، انت بتتاجر في المخدرات يا دكتور، بتضيع نفسك عشان خاطر الفلوس يا علي. يا اخي يلعن ابو الفلوس على ابوك انت كمان لما هتخليك تضيع نفسك. اتفضل. عاملاها من غير سكر، شوف بقى لو عايز. لا أنا بشربه من غير سكر، شكرا. هو انت ما رحتش الشغل النهارده ليه؟ اجازه؟ أجازة. أنا سبت الشغل. ليه؟ يعني عشان إن شاء الله أروح حاجة أكبر يعني. اوكي. هي بتفرق يعني في المرتب؟ أكيد. قولي لي، قررت أنتي وأخواتك هتعملوا إيه في الموضوع بتاعنا؟ انتوا قررتوا؟ لسه مش لاقيين وقت نقعد. فرح. بس إن شاء الله هنوصل لطريقة يعني. ان شاء الله. هو انت وانكل كنتوا بتتخانقوا ليه امبارح؟ انا اسفه على تطفلي بس انا سمعت صوت عادي. لا دي ما كانتش خناقة، ده كان مجرد اختلاف في وجهات نظر يعني. اختلاف وجهات نظر. بص انا بصراحه شفتكم من البلكونه. أنت عايزة مني إيه؟ عايزه اقول لك ان ماما بتعمل معايا كده كتير، وانا اللي بروح اصالحها برضه في الاخر. انكل حسن طيب قوي، يمكن هي دي الحاجه الوحيده اللي مخلياني مش عارفه اقرر ان احنا نسيب البيت. انا عارفه ان انت مش عايز تتكلم في حاجه، بس انت صعبت عليا قوي امبارح. بس عادي، هو دايما الكبير غلطته كبيره. اول عيل ده بيكون فار تجارب لاهله في كل حاجه. أنا مش فاهم أنت بتقولي الكلام ده ليه؟ أنت عايزة مني إيه؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه. طيب انا غلطانه اني اتعصبت وما استوعبتش الظروف وما قدرتش ان انت اللي كنت السبب في اللي حصل لها، فما كانش ينفع تمشي وتسيبها. انا اسفه.
بس انت عارف قد ايه انا كنت عايزاك تشوف بابا. ما انا شفت بابا وماما، اتكلمت وسمعت. كنت عايز انا اسمع ايه تاني؟ على فكره انت اول ما مشيت انا قلت لهم مفيش الكلام ده، وان انا ما بفكرش في الجواز ده خالص. ويوسف الحقيقه قال نفس يوسف الكلام. الحقيقه يا ندى ملوش ذنب، وانا مش زعلان منه، عشان هو لو مفيش يوسف ابوكي هيخلق يوسف تاني وتالت ورابع. وما تقوليش بقى بلاش جو الافلام ده، عشان دي مش افلام، دي الحقيقه. ولو انت مش واخده بالك منها يبقى بتضحكي على نفسك يا ندى. ابوكي عمره ما هيرضى بيا يا ندى. انا ما عنديش الاوبشنز اللي عند يوسف. وما تقوليليش معاك قلبي، عشان اهلك ما بيفرقش معاهم قلبك مع مين، بيفرق معاهم الجيب اللي هيصرف مين. هي دي المعادله، جيوب بتتجوز جيوب. انا بس مستغرب ازاي ما كنتش واخد بالي ان احنا مش شبه بعض قوي كده، من اول عربيتك لحد طريقه تفكيرك. احنا مش شبه بعض يا ندى. وهاجي اغني لك في فرحك، متقلقيش. انت مصدق اللي انت بتقوله ده؟ والله ده اللي اتقال لي. طاهر انا بحبك، ما تهزرش. اول حاجه فكرتي تعمليها عشان تغيظيني انك تقعدي جنبه وما عشان كنت تكلمينيش. زعلانه. حتى لو يا ندى، عمري ما كنت اتخيل انك بتفكري بالتفاهه دي. بس عارفه دي مش تفاهه، انتي اخترتي صح. ممكن تبطل غباء، عشان انا وانت اللي هنندم في الاخر. انا يا سيدي تأسفت ومش عايزاك تتأسف. انسى كل اللي حصل واحنا زي ما احنا. قوليلي، عايزة نفضل معاكي وانا عارف انك مش ليا؟ ليها 100 حل يا طارق. ولا حل واحد من ال100 دول يا ندى ينفعني. انا موجوع اكتر منك بكتير، بس انا مش عايزة افضل عايش موجوع على طول. طيب ماشي، خلينا مع بعض صحاب بس. ما تبعدش عني من فضلك. انا ما اعرفش اعيش ازاي وانت مش موجود في حياتي يا طارق. ولا انا كمان مش عارف اعيش من غيرك ازاي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.